السلام عليكم. اليوم غادي نكملوا الحلقه ديال البيتزا من بعد ما صايبنا العجين هذاك النهار وخليته في الفريغو. اليوم خرجته باش نصايب به البيتزا. غادي نصايبوا لاصوص. اولا غنصايبوا لاصوص غنصايبوها تقليديه كما كتصايب هنايا في المحلات ديال البيتزا. عندي هنايا 5 ديال المطيشات محكوكين، حكيتهم مزيان. تقدروا عاوتاني تسلقوهم في الماء وتحيدوا لهم الجلده ودوزوهم في الطحانه، غير ما ديروهمش في مولينيكس ولا في اي طحانه، لان المطيشه كتولي بيضه، كتولي جاريه وبيضه. هكا طحنوها حكوها في الحكاكات مطيشه عادي. عندي هنايا نصف كوب ديال لاصوص طوماط اللي كتكون في المعلبات، بحال غادي تقولوا تقريبا كاس ديال العنبه ديال التوميرو صوص. غادي نزيدو حتى هو. عندي هنايا 2 معالق كبار ديال المعدنوس. عندي الثومه معلقه صغيره. عندي البزار نص معلقه والملحه نص معلقه. ما تكثروش الملح حتى تذوقوا، لان لاصوص الطوماط كتملح بالزربه. عندي هنايا الحبق، وعندي نص معلقه ديال الزعتر ضروري في لاصوص ديال البيتزا. نص معلقه، اللي بغى يدير معلقه يديرها، انا كندير غير شويه باش ولادي ياكلوا. عندي هنايا الحبق، هاد العريشات هادو غادي نقطعهم حتى هما صغار، نديرهم يطيبوا معاه. الحبق كيعطي واحد المذاق عجيب مع لي طوماط. عندي هنايا 2 معالق كبار ديال زيت العود، وعندي معلقه كبيره ديال مطيشه الحك البيست. هذه اولا غادي نطيب هادشي كامل حتى تبدا تطيب وتبدا نحس بمطيشه انها طابت. عاد غادي نزيد شويه الماء في هذه ونزيدها حتى هي، لان هذه هي اللي غادي تقلها لينا باش تجي شويه هافي ثيك، تجي ثقيله. دابا غندي هذه نطيبها مزيان على نار هاديه حتى طيب تعقد مزيان، ونزيد عليها هذه ونرجعوا باش نكملوا. لاصوص ديالي ها هي طيبتها، كتجي هكايا ثقيله، خليتها حتى نشفات وعقدات، وكيجي فيها المذاق ديال الزعتر ديال الحباق، كتجي هائله. هادو كلهم مجموعه العناصر اللي ممكن نديروهم في البيتزا ديالنا. عندي سبانخ، عندي بروكولي، عندي فلفله، عندي البصله، كروفيت شحرته مع الملحه والبزار. كروفيت صغير غير مليحه وبزار، شويه ديال زيت العود شحرته مزيان، ما طيبتوش بزاف لان مازال يدخل الفران في البيتزا. عندي الزيتون كحل مقطع، عندي مطيشه صغيره تشيري توميتوز قطعتهم، عندي هنايا واحد البصله مشلده وصوطيتها حتى هي في زيت العود، وعندي لي فروماج، عندي موتزاريلا اللي ضروري في البيتزا، عندي بارميزيون حتى هو الا كان ممكن كيجي مزيان، عندي فاتا تشيز اللي غنديروه مع السبانخ، وعندي ريكوتا تشيز اللي غنديروه مع الكروفيت وهاد البصله اللي كنصوطيها. يعني غنديروا 3 الانواع ديال البيتزا مختلفه، ويمكن نديروهم صغار احسن باش الكل يستفيد. نطلقوا البيتزا ديالنا كما قلت لكم الحلقه اللي درت قبل فيها كيفاش تعجنوا البيتزا، عجين ديال البيتزا. انا خرجتهم من الفريغو وخليتهم حتى طلقوا، رجعوا خمروا شي شويه. غير بشويه بشويه كتبقاو تدوروا معها حتى كتقادوا ليها السمك ديالها. دائما الاخر ديالها كنخليوه شويه مهزوز. غادي نبداو اولا بالبيتزا ديال الخضره اللي معروفه كلشي كيبغيها وكتجي سهله حتى هي، مقاديرها باينه. البيتزا هنا في امريكا ما كيديروش الفرماج فوق الخضره. اولا نديروا لاصوص على حسب كيفاش كاين اللي كيبغيها كثيره، كاين اللي ما كيبغيهاش كثيره. انا ما كنبغيهاش كثيره، كندير غير شويه. دائما خليو الجنب ما توصلوش ليه لاصوص باش تنفخ لينا من الجنب. سولوني بزاف ديال الناس في الميساج واش كتدخليها طيبيها نص طيبه. لا،
بيتزا في امريكا كتدخل كامله الفران بداك الشيء اللي فيها، لان اصلا ما بغيناش حنا ناكلوا الخضار طايبه بزاف وداك الشيء التوبينز ديالها ما بغيناش ناكلوهم طايبين بزاف. اوكي كيف قلت بارميجان تشيز كيجي زوين فيها، الا كان ممكن كنديروه فوق لاصوص هو الاول. عاد كنديروا الفرماج، دائما لاصوص والفرماج عاد كنديروا لي توبينغز ديالنا. ما ديروش الفرماج فوق داكشي اللي حطيته فوق البيتزا، سواء خضره او دجاج او كروفيت. الفرماج حتى هو على حسب كل واحد شحال كيبغي الفرماج. كاين اللي كيبغيها ثقيله هافي بالفرماج، كاين اللي كيبغي غير القياس. انا غادي ندير القياس بحال هكا. عندي هنايا الفلفله ما طايبه ما والو، كدار بحال هكايا. فلفله قطعتها طريفات طوال. هذه بيتزا كبيره غادي نصايبوها، نديرو الاخرين الصغار. عندي البصله حمراء هي احسن، كتجي فيها زوينه بصله مقطعه دواور. الا درنا الفرماج من الفوق غادي ما يبقاش يبان المنظر ديال الخضره في البيتزا، غادي الفرماج يسيح عليه وما غاديش تبقى تبان مزيانه. هكا كتكون البيتزا هنايا. وعندي الزيتون الكحل حتى هو كذلك، بزاف الناس كيبغيوه في البيتزا. بزاف ديال الخضره او الفواكه بحال الاناناس كيدار حتى هو في البيتزا. كاين واحد البيتزا بالاناناس، كاين بزاف كل واحد شنو كيعجبو يدير في البيتزا كيديرها. كاين اللي كيخلط بزاف، يدير اللحم ويدير الخضره ويدير شامبينيون، يدير بزاف. دابا نزيدو ليها شويه ديال البارميجان تشيز. اي فوالا صافي. هذه هي البيتزا امريكان بحال هكا كتكون. كاين اللي كيدهن ليها هاد الجهه هذه بزيت العود وكيدردر عليها شويه ديال السميده. اي فوالا صافي. هذه هي البيتزا امريكان بحال هكا كتكون.